من أكتر الوصفات اللي عملتها وحبيتها جدا عشان شكلها وطعمها المميز الوصفة دي. هنعمل مع بعض أخف وأحلى وأسرع صينية كفتة بالبطاطس والخضار، ونديها كمان تست المشوي. هقولك على كل تكاتها، ازاي يطلع الخضار مفلفل معاكي مش مهري، وكمان الكفتة متماسكة وليها صوص رهيب تاكلوه مع رز. متأكدة لو جربتوها هتحبوها جدا جدا. أنا رضوى سراج، لو أول مرة تنوروني في قناتي اوعوا تنسوا اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. يلا قبل ما نبتدي حلقة النهاردة يا ريت نصلي على الرسول ونشوف المقادير. كل اللي هنحتاجه كيلو من اللحمة المفرومة، حابة تعملي نص المقدار زي ما تحبوا، أهم حاجة يكون عليها نسبة دهون. بصل مفروم ناعم ومية البصل، بقسماط مطحون، توم وفلفل مفرومين وبقدونس، والبهارات هتعرفوها واحنا بنضيفها. كيلو اللحمة هياخد بصلاية حجمها كبير مفرومة ناعم أو 2 وسط، بنضيف ربع كوباية مية في الكبة وبعد كده بيتفرموا ونصفيهم وناخد مية البصل. أقول لكم هنستخدمها في إيه: 4 معالق كبار من البقسماط وزيهم البقدونس الورق بس نقطعه قطع صغيرة، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وعشان نعلي التست هنفرم برضو في الكبة قرن فلفل حار أو رومي بيخلي طعم الكفتة روعة. البهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات لحمه ورشه بسيطه خالص من جوز الطيب او القرفه اللي تحبوه. اعجني بقى اكنك بتعجني عجينه، وشربي كل انسجه اللحمه من كل الاضافات اللي احنا ضفناها. شايفين شكلها؟ هنسيبها بقى تتشمع تلت نص ساعة لحد لما نقطع الخضار اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. بعد كده هنشكلها. جبت سيرفيس كوري وبطاطي، هنعمل الكفتة على شكل القرص، الحجم المتوسط، لا كبيرة ولا صغيرة، هي لسه هتكش شوية وهتنزل كمية المية والدهون اللي بتكون فيها. كمان السمك ده بيكون حلو قوي. هنخلص الكمية كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنقطع كمية خضار محترمة برضو، الحلقات بطاطس وفلفل وطماطم وبصل برضو السمك الوسط. بعد كده هنجيب القالب سواء ألمونيوم أو بايركس اللي تحبوه. هنبدأ بقى نقدمها بشكل جديد ومختلف نهائي. الطريقة دي على فكرة روعة في التقديم ومختلفة. هتضيفي بقى حلقات البطاطس والطماطم والبصل والفلفل وتفصلي بواحدة من الكفتة، وهكذا هنكمل بالترتيب. حابة تزودي جزر برضو وتكتري الألوان، والخضار المشوي اللي بيكون في الفرن بيكون حلو قوي تاكلوه مع الرز، برضو خير وبركة زي ما تحبوا. الخضار ده بقى على حسب راحتك. شايفين بقى الألوان والجمال؟ هنكمل بقى القالب بتاعنا بنفس الترتيب ده، وخلاص أنا انتهيت. شايفين شكل تحفة ازاي؟ ودي كانت اخر قطعة فلفل. بدون بقى ما نضيف لا سمنة ولا اي حاجة، هنجيب بس ربع كوباية من الزيت، وحابة تقللي المعلقة او 2 زي ما تحبوا، زي ما قلت لكم باقل نسبة دهون هنعملها. هندي بس لمعة بسيطة كده على وجه الكفتة والخضار عشان ياخد لمعة كده حلوة ويطلع مفلفل. وكمان لسه الكفتة هتنزل الدهون اللي بيكون فيها. دلوقتي هنعمل التشريبة بتاعتها: 3 معالق كبار مليانين من الصلصة المعلبة في بولة، وهننزل بمية البصل اللي هتعلي التست جدا. رشه بسيطه خالص من الملح والفلفل الاسود، توم باودر وبصل باودر وبابريكا، ونص معلقه صغيره من السكر عشان الحموضه وتظبط الطعم. دي كل البهارات. قلبي. وهنكمل التشريبه دي بشويه ميه سخنين. عاوزه اقول لكم اضافه ميه البصل بتخلي ريحتها وطعمها روعه. بعد كده هنجيب الفرشه، هنعمل برضو تكه حلوه، هنوزع الصلصه دي على الوجه عشان نضمن ان كل القالب يكون على وجهه الصلصه وياخد الشكل الحلو. شايفين؟ وزعي على القالب كله، واللي متبقي هننزل بيه، لان طبعا السوائل دي هي اللي هتخلي الخضار يستوي بجانب السوائل اللي هتنزل من الكفتة. هنغطي بقى بفويل ونكون مولعين الفرن على درجة حرارة عالية. هنعلى من الرف الأسفل درجتين ونضيف القالب ونشوف شكلها بعد لما تستوي إن شاء الله مع بعض. خلاص استوت معايا، هي ما بتغيبش ابدا. بعد اول نص ساعة بتشيلي الفويل وتسيبيها تكمل سواها وتشرب كمية السوائل اللي نزلت منها، وبعد كده بنطلعها على الشواية لمدة دقيقتين 3 تاخد اللون التحفة ده. اهم حاجة تخلوا فيها صوص، ما تكونش ناشفة زيادة عن اللزوم وتكون جوسي كده عشان تاكلوها مع الرز. هنعمل بقى تكة اخيرة، هنضيف قطعة فويل وفحمة كنت سايباها على النار وعليها معلقة زيت عشان ندي بقى الخضار والبطاطس والكفتة تست المشوي. على فكرة التكة دي بتفرق جدا في الطعم. كمري بقى عليها لمدة 5 دقايق وبعد كده نفتح ونشوف العظمة والجمال. بجد لازم تجربوها، جديدة ومختلفة وشكلها شيك جدا على السفرة. هي مش محتاجة تتقدم لا في أطباق تقديم ولا أي حاجة، بالصينية كده سواء ألمونيوم أو بايركس هتكون حلوة قوي على سفرتك. زيني بقى بالبقدونس الوجه وبألف هنا. بجد لازم تجربوها. انا كنت هقدمها مع رز بشعريه، تقدري تقدميها مع رز ابيض وشويه سلطه خضراء وتبقى وجبه جميله. تعالوا بقى نطلع في طبق التقديم. شايفين كل حاجه محتفظه بنفسها،
لا البطاطس مهرية ولا الكفتة مش متماسكة ولا أي حاجة، كل حاجة فيها مظبوطة، وليها صوص جميل تاكلوه مع الخضار والرز. شايفين؟ نضيف بقى الصوص كده على الوجه، ولازم اوريكم شكل الكفتة من جوه عامل ازاي، متماسكة وخطيرة وريحتها كانت روعة، والبطاطس جميلة جدا جدا. لازم بجد تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها، بجد هتعجبكم قوي ان شاء الله. تعالوا بقى ندوق قبل ما نختم واوريكم شكل الكفتة من جوه عامل ازاي. اظن بقى شكل الصينية ذات نفسها تحفة فنية يا جماعة، والله يفتح النفس. والصوص جميل قوي قوي، وهي كمان خفيفة ما فيهاش لا سمنة ولا اي حاجة، كله بالزيت، واكتفينا بالدهون اللي نازلة من اللحمة. شايفين الكفتة متماسكة والبطاطس مستوية وطعمها بجد تحفة، ولا مهرية ولا أي حاجة، والخضار واخد تست المشوي، حاجة بجد كده عظمة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في لايك وشير، وكمان الاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسم بخرج واسرار. منتظرة تعليقاتكم اللي بتسعدني في الوصفة بتاعت النهاردة، وبجد لازم تجربوها إن شاء الله تعجبكم. انتظروني في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم.